السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم كمان يا فريد ودي قناتي. النهاردة هنعمل مع بعض المهلبية العادية المصرية. ده كيلو لبن، وهنحط مع الكيلو اللبن نص كوباية سكر. السكر طبعا اختياري، سكر اختياري على حسب ما انت عايزة. وهنولع النار وندوب بقى كده السكر. مش هنحط النشا الا لما السكر يدوب. هي كده دخلت على الغليان، واول ما نلاقيها كده ابتدت خلاص هتغلي نحط النشا. انا عامله بحوالي 4 معالق نشا في ربع كوبايه لبن، ونقلب كده. هتفضل ايدك فيها كده. كده هي خلاص اهي بتغلي. ونحط بقى اخر حاجه الفانيليا عشان النكهه بتاعت الفانيليا تفضل فيها. شايفين سمكها؟ كده خلاص هي مادام غليت كده تبقى استوت. هنطفي عليها ونسيبها تهدى بس كده ثواني عشان نحطها في الاطباق او البولات بتاعتنا. كده وصلنا لاخر الفيديو بتاعنا، ودي الكمية اللي عملتها من كيلو اللبن. طبعا انتي يعني ممكن تزوقي بقى بأي حاجة عندك في البيت، المتاح عندك في البيت، وبالطريقة اللي تعجبك بقى. أنا زوقتهم كده زي ما انتوا شايفين، ويا رب جربوها بطريقتي وتعجبكم. وفيديو سهل وسريع وحلو جدا، وحاجة تحلي بيها وتخلي الولاد يحلوا بيها. يا رب جربوها وتعجبكم، وأكون عند حسن ظنكم، وربنا يحسن ما بين إيدينا جميعا. وأشوفكم الفيديو اللي جاي على خير بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.